السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دوليس بريستيج نسرين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف كتشوفوا الحلوى اليوم حلوى قديمة وعريقة بامتياز. الطابع حلوى الطابع، شكون ما كيعرفوش هذه واحد التحلية تطوانية معروفة بها الناس تطوان. كنا كنعملوها في مناسبات وانقرضت صراحة، قليل اللي باقي كيعملها. الطابع اللي الكل كيحماق عليه، كيجي مقرمش معلك غزال. نتمنى تجربوه. المقادير ديالو بساطين وساهل، وكيجي غزال صراحه. التصوير ما عطاهش حقه، كيجي غزال. هذه واحد التحليه معروفه بها الناس تطوانا، قلت لكم كيعملوها في مناسبات وفي الافراح ديالهم. المهم كديسر في مورا الاكل كيتنزل، كيجي غزال صراحه. انا كنقول لكم التصوير ما عطاهش حقه. نتمنى تجربوه وتكملوا فيديو حتى الاخر تشوفوا. نبداو على بركه الله. عندنا اول حاجه غنبداو بالنيبر، يعني بالتعسيله ديالو اللي كيتعسل النيبر. عندنا طاسه السكر وشطر د الليمونه. هنا عندنا المسكه الحره والماء. هانتوما غتشوفوا شنو غنعمل. الماء راه ماشي العبار، ما تشوفوش الكاس يجي كون نعمل شويه د الماء. مهم عندنا هنايا السكر ماشي زلافه، شحال ما بغيتو كل واحد يعمل شحال ما بغيتو، كاس زلافه. المهم كيبقى العبار كيف كتشوفوا. عملته في كاسرونه، غنكب عليه الماء تيتغطى صافي، غيتغطى صافي. ما غنعملش الماء بزاف، يعني ما فيهش العبار ديال الماء بحال اللي كنعرفوا كاس جوج كيسان. لا، هنا كيف كتشوفوا المسكه، عملت شويه المسكه. هنا غنغطيو. هذا هو النبار الاصلي، كيجي معلك وغزال. كنخويو بشويه الماء حتى نغطيو السطح د السكر. مهم كيف كتشوفوني كنحرك باش يبقى القياس. ما نزيدش بزاف في السكر صافي. كيف كتشوفوا هنا جاني كاس الا ربع ربع كاس د الماء، بقى كاس الا ربع كامل. يعني ربع كاس د الماء اللي استعملت غنعملو يغلي. غطلع الغاليه الاولانيه ونشوفوا السكر داب وطلعت الغاليه الاولانيه غنطفيو عليه، يعني ما نخليوهش حتى يبقى يغلي بزاف. صافي هنا عملته فوق النار وغنصبر عليه غيبدا يغلي، يذوب السكر ينسجم لي مع الماء. كيف كتشوفوا هنا ضرب الغاليه صافي. غنطفيو عليه ونخليوه يبرد وندوزو الوصفه. شفتوا كيف كيجي؟ شفتوا كاس لارب د الماء اللي بقى صافي. شفتوا كيف كيجي النيبر؟ اللون ديالو كيجي شويه مصفر ماشي هذا. ونخليوه حتى يبرد. ندوزو المقادير. كيف كتشوفوا مكونات بساطين موجودين في اي دار. عندنا هنا بيضه. انا عملت القياس دائما كيف كنقول لكم، كنعمل لكم القياس صغير باش يتشجع اي واحد يجرب الوصفه. عندنا كاس واحد بيضه كنعملوها في الكاس دائما، نفس الكاس اللي غنعبروا به كل شيء. قد الحليب كيف كتشوفوا، يعني بيضه القياس ديالها د الحليب. عملتو جوج بيضات غادي يجيكم القياس ديالهم د الحليب. عملتو 3 بيضات قياس ديالهم د الحليب، غتعملوهم في الكاس. الدقيق بيضه كدير نص كاس د الدقيق، نص كاس د الطحين. انا كنعاود نشرح باش تكون الشرح زعما مدقق. عندنا بيضه العبار ديالها هي بيضه، العبار ديالها هو الحليب. وكل بيضه كل بيضه كدينا نص كاس د الدقيق ومعلق د النشا، معلقه د ميسينا او النشا. هذا هو القياس. وملحه طبعا، ملح لانه ما كيجيش يحلو. الحلو هو ديك النيبر اللي كنعملو، والناس اللي فيهم سكر الله يشافي ما يعملوش ما يعسلوش صافي. كيف شفتوا غنعاود معكم. واحد بيضه كنعملوها في الكاس او جوج بيضات على حسب العبار اللي بغيتو. هذا راه كتخرج خير ربي. العبار ديالها د الحليب. دائما بيضه كدير نص كاس د الطحين وكدير معلقه كبيره د النشا وقبيصه د الملح كل واحد القياس ديالو. غنعملوا البيضه مع الحليب مع الملحه، نحركوهم مزيان صافي باش نبقى البيضه تطلق، ديك البيض ديالها يتطلق صافي. غنضيفوا عليها النشا او مايزينا، دقيق الذره، معلقه. عندنا كل بيضه كدير معلقه. عملتي بيضه غدير معلقه د النشا، عملتي جوج بيضات غدير لك جوج معالق د النشا، عملتي 3 بيضات غيدير لك 3 معالق د النشا. كيبقى كل بيضه كدير نص كاس د الطحين
عبر ديال الحليب ومعلقه د النشا. هذا هو العبر الاصلي د الطابع. صافي هنا من بعد غنضيفوا الدقيق حتى هو مع التحريك غير بالفوي، فوي بالفرشات باي حاجه، يعني ساهل، ما كيديش ما كيطلبش منا مجهود كبير او وقت كبير. صافي كيف شفتوا هنايا غادي نخليه، غنعملوه في زلافه نصفيه، ضروري تصفيوه لان ما كتعرفوش الدقيق والنشا يقدروا يخليو لنا كويورات في الخليط. نصفيوه ونغطيوه بالسلوفان ونخليوه يرتاح واحد نص ساعه، من نص ساعه فوق، المهم نخليوه يرتاح. شو كيف كيجي بحال التدويره د الحريره تقريبا. المهم كيجي العجينه نتوما كتشوفوا الخليط كيف هو. غنغطيه وغنخليه يرتاح. دابا غندوزو نقلي، دابا جازت نص ساعه. المهم هذا الطابع كيتباع عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، ماشي غالي، الثمن ديالو رخيص جدا. زعما اي واحد يقدر يشريه. الطابع كامل 10 دراهم، ماشي شي حاجه كثيره. شوفوا الخليط كتشوفوه قليل، بالحق كيخرج تقريبا 20 حبه. هذا القياس، بيضه واحده كتخرج 20 حبه. شفتوني عملت الزيت يسخن. الطابع دائما كنعملوه مع الزيت يسخن، خصو يكون سخون. عامله تما كلينكس باش كنزول داك الزيت الاولاني اللي هذا، ردوا بالكم دغيا كيتحمروا. كنسيسو في الزيت، كنزولو كلينكس الزيت الاولاني ديالو، كتشوفوا كيف كننزلو تما، وكنعملو ديريكت في داك الخليط اللي عندنا. حين كننزلوه في الخليط ما تهبطوش حتى القاع، الا هبط القاع راه ما غتبغيش يتزل لكم. فهمتوا؟ يعني خص ضروري غا يبقى الحاشيه كتبان. كيكون سخون كنزولوا منه الزيت الاولاني ديالو، اولا تقدروا تيفيتيو انكم تزولوا، وكتغمسوه في داك الخليط اللي عندنا بالحق غير شويه. وإلا ما بغاش يزولكم كتبقاو تحركوه باش كيدخل الزيت بينات بداك المرشم اللي عندنا وكيحيد. كيف كتشوفوا العمليه سهله وسهل واقتصادي ومزيان ولذيذ، وتفرح بضيافك الا جاو عندك او بوليداتك. مهم كيجي كيحمق. ها هما كيف كتشوفوا هنا. الصراحه الاضاءه والله ما عطاتو حقه. حاولت زعما الضوء عندي الكليغاج في الكوزينه شويه ضعيف، ما بانش. هنايا داك النيبار او السقوه اللي عندنا، كل واحد شنو كيقولوا. المهم حنا في تطوان في الشمال كنقولوا النيبار، تعسيله. يعني ممكن ان الناس اللي ما بغاتش تعمل هذا النيبار ممكن انها تعمل العسل. انا عملت لكم الوصفه الاصليه وكيف كانت كتعمل ازمان. يعني كان ممكن انكم ما تنزلوهمش في هذا النيبار، ممكن انكم غات تستفوهم وتجوزهم فوق منهم النيبار، فوق منهم تسقيوهم هيدا، ترشوهم بمعلق او لا هذا. المهم انا حاولت نوريكم انا كيعجبوني معسلين على داكشي. هنا كتحتاج شويه د اللوز محمر ومهرمش. ضروري اللوز في هذه الوصفه راه كيجي فيه، لان كيكمل عندك النيبر واللوز من الاساسيات د الوصفه. كيجي غزال غزال غزال، صدقوني. هيدا كيف قلت لكم هذه هي الطريقه. اللي ما بغاش يغمصها، هذا هو الطبع ديالنا. كيجي كيحمق كيحمق كيحمق. صدقوني جربوه ما غتندموش. الطريقه ناجحه. لا الا عرفتوا تستخدموا الطابع كيف قلت لكم ما تغطسوهش حتى يتغطى تنرس. كيف قلت لكم كنخليو الحاشيه ما كيغطسش تلقى. هذاك هو. صافي شوفوا كيف كتجي، سمعوا الصوت كيجي كيحمق كيحمق. صدقوني غزال غزال، زعما الحق د الله غا الاضاءه ما عطاتوش حقه. والطبع هذا كيف قلت لكم هذا هو قديم قديم قديم، والناس دابا قلالين اللي باقيين كيعملوه في المناسبات ديالهم. وانا طول ما حنا باقيين في المسائل اللي هي د التراث انا كنجبد لكم من الخبيه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وجربوا الوصفه. وشكرا للناس اللي كتجربوا الوصفات وكيسردوا لي، الله يخطيكم عليا. شكرا لكم بزاف، ونتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم بحال اللي نال الاعجاب ديالكم الوصفات الاولانيه اللي دازت. ونتمنى تجربوا الى الفيديو المقبل ان شاء الله.